أهلا بيكم. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة من وصفات المستعجلين في مطبخ سعاد، سهلة جدا ولذيذة وطعمها تحفة وكمان تنفع للعزومات. عايزة أقول لكم إن انتوا هتعشقوها جدا جدا لأنها بسيطة قوي وفي نفس الوقت شكلها لذيذ وطعمها تحفة. يلا كده بدنا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، خير ما نبدأ به. معانا هنا صدر فرخة زي ما انتوا شايفين كده، غسلينه كويس جدا بالدقيق وليمون وجنزبيل ومصفيينه كويس 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 عشان مبقاش فيه ميه كتير، ونقطعه مكعبات. نحاول تكون مكعبات كبيرة شوية عشان ايه لما تستوي ما تكشش معانا. طبعا لو فيها اي زوايد اي جلد اي حاجة تقدري تشيلها ايه بالسكينة وانت بتقطعيها كده، عشان ايه ممكن يكون فيها حتة عظمة حتة جلدة اي حاجة لازم تشيليها. لو اول مرة تتابعوني ده مطبخ سعاد، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. حطوا لايك للفيديو لو ما حطيتوش لسه، حطوا لايك حطوا لايك. هنقطع بقى كل الصدر بتاعنا زي ما انتم شايفين، هو صدر فرخة واحد بس هيعمل معانا كمية كبيرة جدا جدا. بس كده بعد ما قطعناه يلا بينا كده على البوتاجاز ونجيب حلة بقى معانا ونسخنها كويس جدا، ننزل فيها 3 معالق زيت كبار كده. اول ما يسخن ننزل بالفراخ بتاعتنا تاخد صدمة. نبدأ بقى نحط معانا ملح، شوية فلفل اسمر، وشوية كركم، ونقلب بقى كويس جدا كده تاخد لها صدمة في الزيت وهو سخن. واول ما يبدأ لونها يتغير كده حتى لو لسه ما استوتش نشيلها. نشيلها في طبق على جنب، وفي نفس الحلة بتاعتنا كده بكل البهاريز اللي فيها اللي نازل من الفراخ هننزل ببصلتين كبار متقطعين مكعبات زي ما تحبي، مكعبات كبيرة مكعبات صغيرة زي ما تحبي. ونجيب معانا بقى ايه جزرتين 2 كبار كده برضو نبشرهم. نبشرهم ونرجع لكم تاني. بعد ما بشرناهم هنجيب معانا كمان 3 طماطمات، لو في طماطم ماشي مفيش مش مشكلة. عارفين ان في ازمة للطماطم دلوقتي، فايه لو في طماطم عادي مفيش ممكن تستغنى عنهم خالص. بس ايه لو موجودة حاولي تقشريها عشان لما بتبقى مبشورة بتبقى القشر بتاعها باين قوي في الرز. هننزل بقى بالجزر بتاعنا كده بعد ما البصل خد لون. نشوح كويس جدا لحد ما الجزر يدبل معانا خالص، وننزل بالطماطم بتاعتنا المبشورة اللي متقشرة عشان ايه ما يبانش القشر بتاعها معانا. ونقلب بقى كويس جدا كده مع بعضه. يلا ننزل بالبهارات بتاعتنا. معانا معلقة ملح صغيرة، فلفل اسمر، كركم، وشوية كاري، وشوية كزبرة بتدي طعم حلو قوي قوي للرز، وشوية بابريكا. عايزة ممكن تزودي شطة لو عايزين. ونقلب بقى كله مع بعضه كده ونسيبه على النار لحد ما تحسي ان هو نشف يعني ايه. اول ما تحسي بقى ان هو بدأ خلاص كده يتسبك كويس جدا جدا، بقى عامل زي معجون الصلصة كده، كده بقى تمام. هنحط بقى معانا مجين 2 مية. انا عاملة مج منهم واحد بس رز بسمتي، فانا هعمل معاه 2 مية قباله يعني. المج الرز بياخد 2 مية. ونقلب كويس جدا كده لحد ما تاخد غلوة ونرجع لها تاني.
بعد ما غلت معانا عايزة اقول لكم ان ريحتها قلبت الدنيا. طبعا الفراخ بتاعتنا لسه ما استوتش على الاخر، فهننزل في قلب المية المغلية كده بتاعتنا زي ما هي كده، ونديلها غلوة الاول، نغطيها بس تاخد غلوة، وبعدين ايه خلاص كده غلت غلوة، نحط معانا الرز. انا عايزة اقول لكم ان انتم هتعجبكم جدا وهتعملوها على طول. ده كوباية واحدة بس رز بسمتي غسلاه ومصفياه كويس جدا. طبعا لو مفيش بسمتي عادي ممكن تستخدمي الرز العادي جدا، ونقلب كويس كده بالراحة عشان ما يكسرش معانا، ونغطيه ونرجع له تاني. ما بياخدش اي وقت خالص خالص. ونغرف بقى بتاعنا الرز في سرفيس كبير او في اطباق صغيرة زي ما تحبي، ونبدأ كده نظبطه كده ونطلع لهم الفراخ على الوش. انا عايزة اقول لكم ان انتوا هتاكلوا شوية رز طعمهم لذيذ لذيذ جدا حتى من غير فراخ. طبعا ممكن نقدم معاه بطاطس، سلطة ومخلل، يبقى كده عملنا لهم احلى غدا، سهل وسريع جدا وما خدش اي وقت ولا مجهود، وفي نفس الوقت عملناه بسرعة ونخرج من المطبخ. تعالوا بقى يلا نسمي كده وندوق مع بعض. بسم الله. انا عايزه اقول لكم ان هو لونه من بعيد تحس ان هو لونه غامق شويه، بس لا هو من قريب عادي جدا لونه اصفر. هوريه لكم دلوقتي، اقربه من الكاميرا. بسم الله، اهو لونه عادي جدا اصفر، لون طبيعي. جربوه وقولوا لي ايه رأيكم فيه، واشوفكم تاني ان شاء الله مطبخ سعاد وصفة جديدة. وشكرا من قلبي لكل اللي بيتابع الفيديو للآخر. شكرا على كومنتاتكم الجميلة، واشوفكم تاني ان شاء الله وصفة جديدة للمستعجلين.